المغرب يبرم اتفاقية مع شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية لشراء قمر اصطناعي للتجسس ضمن صفقة تقدر قيمتها بمليار دولار. لما الأهمية بالنسبة لإسرائيل من تعزيز أمن المغرب؟ ليس سر أن المغرب في توتر كبير مع الجزائر، وفي الجزائر تنشط فصائل فلسطينية لا تؤيد التطبيع بين المغرب وإسرائيل، وهذا لم يبدأ مع التطبيع. ونذكر أن إيران بدأت ترسل وكلائها إلى المنطقة بواسطة خلايا محلية في الصحراء وداخل المغرب وأيضا من الحدود الجزائرية بهدف زعزعة النظام المغربي. أستاذ أليف، كيف تعقب وتقيم هذه الصفقة، وبرأيك لمن موجهة؟ يعني ما هي الرسائل من هذه الصفقة؟ السؤال ماذا تريد المغرب من هذا؟ على من تريد أن تتجسس المغرب؟ لصالح من تريد أن تتجسس؟ طيب تستطيع أن تشتري أقمار صناعية بما في ذلك تجسسية من فرنسا ومن بريطانيا ومن أمريكا ومن دول أخرى. لماذا بالذات تأخذها من إسرائيل؟ لأن هذه هي التوجيهات الأمريكية. أنا لم أرى أو لم أسمع عن تصدير أسلحة إيرانية إلى الجزائر أو قمر اصطناعي إلى الجزائر من إيران ولا حتى من روسيا. ولكن هناك يعني صفقات كبيرة بين الجزائر وروسيا من أجل تعزيز أمن الجزائر. صفقات عادية. نعم. صفقات عادية وليس قمر اصطناعي تجسسي. صفقات عادية من الأسلحة، صفقات عادية تجارية من جميعه، هذا موجود في كل العالم. نعم. ولكن ليست صفقات للتجسس على الجيران. أصبح واضحا الآن أكثر من أي وقت مضى بأن الخبيث محمد السادس يتواطأ مع الكيان الصهيوني ضد الجزائر بشكل علني، ووجب على السلطات الجزائرية أن تتعامل مع هذا الوضع وهذا النظام البائس بجدية وحزم كبيرين. ومما يستنتج من تحليلات الإعلام الصهيوني وخبرائه أن الجزائر أصبحت الهدف الأول من التطبيع والتعاون العسكري المشؤوم بين الكيان ومراكش. وأكد مراقبون وخبراء أن نظام المخزن أثبت مجددا أنه الحليف الأول للكيان الصهيوني في المنطقة، وأن الهدف الرئيسي من هذا التحالف هو استفزاز الجزائر بأي شكل من الأشكال، وأن نظام المخزن لا يتحرك إلا بأوامر مباشرة من تل أبيب وأبو ظبي. ووفق مراقبين أيضا فإن التعاون العسكري بين المغرب والكيان الوهمي ضد الجزائر لم يكن ليكون لولا الوسيط الإماراتي الذي يبدو بأنه هو الذي مول صفقة إقامة قمر اصطناعي للتجسس بعدما كان للمغرب خيارات أخرى، وأن إسرائيل ليست الكيان الأفضل لمثل هذه الصفقات، بل هناك أفضل من إسرائيل. لكن العميل الصهيوني محمد السادس أبى إلا أن يضخ $1 مليار لخزينة جيش الاحتلال من أجل دعم القتلى في قطاع غزة.